ازاي عرض قدر يكسر الدنيا ضحك لدرجه ان هو يملأ المسرح ويصنع نجوم في كل بيت، وفي نفس الوقت ناس كتير تشوفه سبب تراجع الكوميديا في مصر. هل النجاح الجماهيري يكفي ولا في حاجه اهم اسمها القيمه؟ النهارده هنتكلم عن تجربه مسرح مصر، وهل كانت فعلا مشروع ناجح ولا فقاعه كبيره فرقعت بعد ما خلص الضحك؟ قبل ما مسرح مصر يظهر اصلا كانت في مسرحيات باسم تياترو مصر، والموضوع ابتدى في الاول بامكانيات بسيطه وتصوير بسيط، بس مع الوقت المسرحيات ابتدت تتشير اكتر، وابتدى يظهر ممثلين دمهم خفيف فعلا زي علي ربيع ومصطفى خاطر وتوته وغيرهم كتير. قبل ما مسرح مصر يظهر بالشكل اللي الناس عرفته بعد كده كانت البدايه تحت اسم تياترو مصر. الموضوع وقتها ما كانش ضخم ولا في انتاج مبهر ولا مسرح مجهز باعلى التقنيات، امكانيات بسيطه وتصوير بسيط مش اكتر، وشباب واقفين قدام جمهور بيحاولوا يثبتوا نفسهم. لكن اللي حصل ان العرض واحده واحده بدا يكبر، الكلام عن العروض زاد، المقاطع ابتدت تنزل على اليوتيوب وتتشهر، والجمهور ابتدى يحس ان في روح مختلفه طالعه عن المسرح ده. ومن هنا ابتدت اسماء تلفت الانتباه فعلا، مواهب عندها خفه دم بجد وحضور يخلي المشاهد يستنى يطلعوا يقولوا الافيه اللي جاي. التجربه كانت بتكبر قدام عينينا من محاوله صغيره لمشروع مسيطر على ساحه الكوميديا، وده كله بيرجع لمنظور الناس عن المسرحيات زمان اللي كانوا شايفين ان المسرحيه بتقعد 3 ساعات وكانت كتيره جدا وبتتكرر كمان سنين بنفس النمط وبنفس كل حاجه. الجمهور كان متعود على العرض الطويل ده، لكن اشرف عبد الباقي كان له وجهه نظر مختلفه. هو شاف ان الجمهور محتاج تجربه اسرع اخف ومركز اكتر على الكوميديا نفسها، فقرر يقدم سلسله من المسرحيات مده كل واحده فيهم ساعه ونص، كلها كوميديا صرف. الافيه بيطلع منها سهل ومليان افيهات وسيناريوهات قصيره، مش مجرد وقت بيتملي وخلاص، لكن محاوله حقيقيه ان كل عرض يبقى له بدايه ونهايه وقصه. تحس ان الفرقه فعلا عايزه تقدم حكايه مش بس ترمي افيهات. لكن مع زياده الشهره اللعبه اتغيرت لما MBC اشترت عروض مسرح مصر وبدات تنتجها بشكل اكبر. دخلنا في مرحله تانية خالص، الانتاج كبر، الانتشار بقى اوسع، والعرض ما بقاش مقتصر على جمهور المسرح بس، بقى داخل كل بيت، والموضوع هنا انفجر حرفيا. القهاوي بتشغل حلقات، المطاعم حاطه شاشات عندها، السوشيال ميديا مليانه مقاطع اول باول. الناس كانت بتستنى يوم الجمعه عشان تتفرج بنفس الاحساس اللي بنستنى بيه الماتشات المهمه، موعد ثابت، تجمع عائلي، وافيهات تاني يوم بتبقى بيمز بين الناس. انت عندكم مفاعل نووي في مصر؟ عندنا مفاعل، عندنا 2 ابو حوده. معلش اللي بتسيبني قاعده في الحمام لوحدي يا عاطف؟ انت بتتحاسب اصلا مش معانا. في اللحظه دي مسرح مصر ما بقاش مجرد برنامج، بقى حدث اسبوعي، وبتيجي اللحظه اللي كل حاجه فيها تقريبا بتنهار، وهي التكرار هنا مش مجرد افيه واحد بيتقال، نفس الافيهات بتتكرر في كل عرض ونفس الطريقه والاسلوب بكل شخصيه. النتيجه ان الجمهور فعلا بدا يحس بالملل، وكمان فكره انك ما تقدمش قصه متكامله لان الناس بتضحك جدا من الخروج عن النص خلت المسرحيه كلها تمشي بنفس الاسلوب بنفس كل حاجه وبدون تجديد حقيقي، لحد ما وصل الدرجه انهم نزلوا فيديو على اليوتيوب مدته تجميع 5 ساعات كلها عباره عن خروج عن النص. انت شايف هم وصلوا لفين؟ غير مشكله التنمر اللي بقت واضحه ومبالغ فيها ببعض العروض، كمان الحشو اللي بقى موجود في معظم المسرحيات، وده كله خلاها تفقد روحها الاصليه. هنا ممكن نقول ان كل حاجه تقريبا بتنهار، ومع كل ده الجمهور اللي اتعلق بالبدايه بدا يحس ان التجربه فقدت جزء كبير من جاذبيتها، وبعدها وصلوا لاكتر من 130 مسرحيه، وقرروا للاسف ان هم ينهوا مشروع مسرح مصر. الحقيقه ده كان من افضل القرارات اللي ممكن ياخدوها، لان هم فعلا وصلوا لنقطه ان الافكار خلصت، مش عارفين يقدموا حاجه جديده. المسرحيه بدات فعلا تفقد روحها، وكانوا شويه شويه وهينزلوا يقعدوا جنب الجمهور يتفرجوا شويه شويه. ايه هم فعلا عملوا كده، وان هم وقفوا ده مش اعتراف بالهزيمه اطلاقا، ده اعتراف ان هم وصلوا لسقف الابتكار، مفيش حاجه تانية يقدروا يقدموها بعد كده، والاستمرار كان هيخسر قيمته الفنيه والجماهيريه في النهايه. قرار الاغلاق ده كان احترام للجمهور والممثلين والروح الاصليه للتجربه، ومسرح مصر كان تجربه فريده في عالم الكوميديا المصريه، نجح جماهيريا بشكل ضخم، خلق نجوم جداد وخلى الجمهور كله يستني عروضهم كل اسبوع. لكن على الجانب الفني التجربه ما كانتش مثاليه، وان التكرار وقله الافكار والاعتماد الكبير على الارتجال كل ده بدا يقلل من قيمتها على المدى الطويل. وبعد اكتر من 130 مسرحيه القرار الصحيح كان انهاء المشروع، وبالرغم من كل العيوب ما ينفعش ننكر التاثير اللي عمله على الكوميديا، فتح الباب لوجوه جديده واثبت ان الجمهور مستعد يدي فرصه لاي حد عنده موهبه وخفه دم حقيقيه. وفي النهايه الحكم مش علينا، الحكم عندك انت. هل كان مسرح مصر مجرد ظاهره مؤقته ولا بدايه لنقله جديده في عالم الكوميديا؟ اكتب رايك في الكومنتات، واكتب لي في الكومنتات مين اكتر ممثل انت كنت حابه في مسرح مصر، ومين فعلا شايف ان هو يقدر يعيش بعد المسرح. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم. واحنا كان في اتفاق من الاول من الموسم الاخير في مسرح مصر مع كل المجموعه، يعني كان لازم ان احنا خلاص كده التجربه بتاعت مسرح مصر توقفت، لان مفيش حاجه جديده هنعملها. ايه الجديد اللي ممكن نعمله ب 18 ممثل ما شاء الله كل واحد فيهم بقى نجم في اذا كان في الفيديو او اذا كان في السينما. كل بدايه نهايه، بمعنى احنا مش عايزين نوقف، بس هي ظروف الحياه. المشروع كنا متفرغين والمسرح عايز تفرغ، يعني المسرح عايز تفرغ. دلوقتي ما شاء الله ربنا كرم تقريبا الجميع، الله اكبر، شغال، واللي شغال اقل حاجه شغال في عمل، في ناس ما شاء الله شغاله في عملين و3. ففكره ان بقينا نظبط المسرح بقى صعب. المشروع كنا متفرغين والمسرح عايز تفرغ،
يعني المسرح عايز تفرغ. دلوقتي ما شاء الله ربنا كرم تقريبا الجميع، الله اكبر، شغال، واللي شغال اقل حاجه شغال في عمل، في ناس ما شاء الله شغاله في عملين وثلاثه. ففكره ان بقينا نظبط المسرح بقى صعب. الكلام على حد، انا لو عن نفسي انا اثرت في المسرح اخر موسم ده، عملت منه مسرحيتين ثلاثه بس، اللي هو لسه ده ما اتذاعش. ليه؟ لان كان غصب عني بعمل مسلسل استاذ وبعمل مسلسل اتنين في الصندوق، كنت مشارك